السلام عليكم يا حبايب ده في البيت. انا امل، والنهارده هنعمل مع بعض التونه البيتي من اول السمكه لحد ما تتحط في البرطمان. طعم زي المطاعم واحلى، والمصانع قصدي واحلى، وتوفير كبير ومن قلب البيت. دي سمكه هي تقريبا عامله اكتر من 5 كيلو، وكمان في سمكات كمان معاها هي، وجاب لي شروه ما صدقنا لقيناها. نمسكها ونفتح بطنها زي ما انتم شايفين كده. انا ما رضيتش اقطع دماغها عشان هتنزل دم ياما قوي، بس هقطعها دلوقتي، بس مش هجيب المشهد يعني. بتطلع دم كتير، ولقيت فيها بطروخ. قال لي ناو عملنا عليها اكله وغداوه. دي تاني مره اغسلها، بتغسلوها كتير كذا مره. تكوا عليها كده تطلعوا الدم. تعملوا لها محلول نقع عباره عن ميه، ليمون كتير، وخل وملح. ده بيساعد على تفتيح لونها. محلول النقع بيخليها جميله قوي. اهي بعد ما غسلتها مرتين حضرت حله على النار وفيها ميه بتغلي. زي ما انتم شايفين الميه بتغلي اهيت. كنت انا محضره ورق لوري عندي من الجنينه، على ورق لوري ناشف، كزبره حب حصى، كمون حصى، حبهان. لا ما عنديش فلفل حصى، جبت فلفل ناعم وبابريكا وكم فص كده قرنفل. والحبهان انا ضغط عليه شويه كده عشان يطلع ريحته. مفيش حصى حاولوا تحطوا ناعم. وعامله بقى بوكيه جرنيه جميله اهوت. توم، وادي كمان بصل. عندك بابريكا الوان ماشي، فلفل احمر الوان او فلفل بارد احمر عشان يدي لون، وكرفس. مفيش كرفس جبت بقدونس عشان ما عنديش كرفس في الصيف. وليمونه بقشرها. اول ميه ما غلت حطينا الفلفل، وادي البقدونس والبصل والثوم، وادي الليمونه. هنعصروها ونحدفوا القشره في الميه كمان عشان تدي ايه، مكسبات طعم اكتر. وحبه خل معلقتين، زيت كمان يدي دسامه ويخلي الطعم جميل اهو. ادي الزيت. بعد كده البهارات اللي احنا قلنا عليها: ورق اللوري، حبهان، كزبره، كمون، بابريكا، فلفل اسمر، فصين قرنفل. كل ده واسيبها بقى شويه على النار تغلي عشان تديني الريحه الجميله كده في الميه. الملح مش كتير، حطوا ملح حاجه بسيطه. يبقى اول حاجه نغسل التونه كويس ونحطها في محلول نقع. النقع ده ساعه ساعتين، تسيبوه في التلاجة يبات بمحلول النقع. بعد كده نحط لها بهاراتها في الميه بتغلي. ساعة ما تغلي الميه شويه 5 دقايق تطلع الريحه بتاعه البهارات. احط السمك اهي قدامكم. انا بقيت السمك بتاعي طلعته من محلول النقع وغسلته وصفيته وشيلته في الفريزر. لما عوزه هطلعه وانقعه تاني واعمله بنفس الطريقه دي. هتحطوه على النار يغلي، وساعة ما يغلي يعني تحطوه 5 دقايق كده يغلي او 10، توطوا النار شمعة خالص وتسيبوه. تقريبا مش هياخد ساعة، ساعة الا ربع. هتبصوا بعد ساعة مهرية خالص اهي. هبتدي اطلعها واسيبها تبرد. شوفوا اللون طالع من الميه المغليه بتاعتها اللي فيها البهارات والحاجات جميله، فتحت اكتر يعني الصوره ظلماه. بس كل ما تجيبوا يا جماعه السمكه اصغر تبقى احلى، تبقى لونها افتح، مش احلى في الطعم. دي طعمه اهو. بصوا القشر بيطلع بصوره ازاي. القشر والعظم ما كنتوش تقدروا تطلعوه وهي نيه، انما ساعه ما بيستوي بمجرد بصوا خلاص. دي حته بني غامقه كده كنت بطلعها، وفي الاخر رجعت خدت الغامق مع الفرافيت عملتها تونه مفتته، حطيتها للسمبوسك او البيتزا. كانت ريحتها جميله جدا وطعمها لذيذ اهو. بصوا اعمليها بالسكينه كده، قشروها. هي بتتقشر بسهوله مفيهاش اي حاجه اهي. نقول تاني: السمكه اول خطوه تنضفوها وتقطعوا الدماغ وتنضفوها كويس من الدم وتنقعوها في محلول النقع ساعه ساعتين، تبات في التلاجة في محلول النقع. مفيش حاجه لونها بيفتح. بعد كده نحط لها ميه بتغلي على النار، واحط لها البصل والثوم والكرفس او البقدونس والفلفل الاحمر والبهارات بقى اللوري والحاجات اللي قلنا عليها. تغلي 5 دقايق او 10 دقايق واوطي النار واسيبها ساعه تطلع بالمنظر ده. قشرناها بفصصها في علب تلاجة اهي. كنت محضره لها 3 علب تلاجة. لقيت العدد عندي اللحمه كتير، هي بتقعد في التلاجة تقريبا كده. هعمل لها محلول حفظ يقعد من اسبوع لاسبوعين بالكتير، ما يزيدش. بس اللي عندي عدد التونه اللي عندي والكميه كبيره، فهضطر اعمل حاجه تانية. جبت بقى برطمانين زياده صغيرين اهم. هحط فيه الكميه اللي هتفضل، ما تقدرش تقعد عندي اكتر من اسبوعين، دي هتزيد، دي ممكن تقعد شهر. هنعمله حاجه تانية لطريقه الحفظ هتشوفوها معايا. يبقى العلب دي هتتاكل على طول، مسافه اسبوع اسبوعين قعدت في التلاجة وخلصت. اما البرطمانات دي احنا كلناها بعد شهر اهو.
وجبت الفلفل عندي الصغنن ده اللي عايزها بشطه حطيت في العلب. وهنا جبت ملح، بابريكا، كوبايه الا ربع زيت، كوبايه الا ربع خل. ده محلول الحفظ، لسه هضيف له حاجه تانية. ركزوا معايا وريت تحفظوا الفيديو ده عندكم عشان لما يتوفر عندكم تونه تعملوا بالطريقه دي، لذيذه وموفره، موفره جدا. فطار عشاء هتلاقي عندك. محلول اهو. دوبت الملح في البابريكا في الزيت في الخل، واروح اضيف لها بقى من ميه السليق اللي انا عاملاها للتونه. ويا ريت تاخدوا بالكبشه كده من على وش من الزيت اللي فوق ده والدسامه. وباي مصفى تصفوا. شوفوا الكمون والكزبره لازم تصفوا كده. زودوا بقى كميه حلوه على قد العلب بتاعتكم. ولو ما كفتش زي ما حصل معايا زودوا تاني خل وزيت وبابريكا وملح. وبرده محلول من بتاع السلق. وقعت صفيتها تاني. صفيتها اهي تاني وهزود. طبعا مش هتكفي معايا الكميه، هضطر ازود شويه خل. عملت تقريبا نص كوبايه او اقل، وزيت وبابريكا وملح، وزودت من الميه بتاعت سليق التونه. المهم ان انا اغطيها كلها بيها. اهو بحاول احط في البرطمانات الاول ووازن نفسي. طعم وهم. هزود تاني وارجع لكم. اهو كله اتغطى. حطيت قرون شطه، وفي علبه زودتها شطه، لو عايز تزودي حطي شطه ناشفه اللي بيحب حراق. العلب دي في التلاجة، انما البرطمانات هنعمل حاجه تانية. كده هنودي علبنا في التلاجة ويلا بينا. جبت حله فيها ميه بتغلي على النار، حاطه فيها فوطه من تحت او اي قماشه عشان البرطمانات ما تقعش، تسندها. وحطيت البرطمانين دول. انا اول مره اعمل طريقه البرطمانات دي، قلت اجرب بقى عشان دي هتقعد عندي ياما. اللي في التلاجة هيخلص ودي ممكن تبوظ، فاعملها بالطريقه دي بقى. ده تعقيم ويمنع الهواء من دخول البرطمان. شو بقى طلعتها دي، سبتها تغلي. لما الميه لقيتها بتغلي جوه البرطمان وطيت النار خالص، وقعدت ساعه كمان على النار على نار شمعه. وبعدين طلعتها اهيت. الميه بتغلي جوه، الصوره مش جايباها بس بتغلي فعلا جوه. منظر جميل وتحفه. وبقى لونها بامبي كمان اكتر، عامله زي العلب بالظبط واكتر واطعم. شوفوا الجمال، شوفوا الحلاوه. هنيجي نفتحها بقى ونسمع تكه الامان. الله، سامعين التكه دي بقى بعد شهر. دي كانت بعد شهر من عمايل. ما شاء الله. الميه بتاعتها طبعا بقت عامله زي الجيلاتين عشان احطها في التلاجة. بس لما بيسيبوها بره شويه بتبقى الميه سايحه تاني. طعم فظيع ولون فظيع وجمال حقيقي. جربوها بنفسكم وقولوا لي رايكم. وبالهنا والشفا. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من دفا البيت. شوفوا الجمال، شوفوا جمال بيتنا ودفا بيتنا وكل صحبتنا. لونها بامبي بامبي بامبي، والطعم خطير. ولو وصلتوا هنا صلوا على النبي.